هالو لويته، اهلا وسهلا بكم معايا في قناتي تعلم الماني بالعربي. في الفيديو ده هنتعلم مع بعض من كلمة واحدة 20 كلمة. ايوه، من كلمة واحدة هنتعلم 20 كلمة، والكلمة الاساسية معانا هتبقى كلمة شتيلن. شتيلن، تعالوا نشوف مع بعض ازاي هنتعلم 20 كلمة من كلمة شتيلن. بس تابعوا معايا الفيديو واكيد هتستفادوا منه كتير. طيب خلينا متفقين ان الكلمة الاساسية معانا هو فعل شتيلن. شتيلن، ومن خلاله هنتعلم 20 كلمة. شتيلن يعني يضع او يواجه. لو حطينا قبل فعل شتيلن ان هتبقى انشتيلن. انشتيلن بمعنى يوظف او يعين. ولو حطينا قبل شتيلن ein هتبقى einstellen. einstellen بمعنى توظيف أو تعيين. ولو حطينا قبل stellen aufstellen بمعنى وضع أو نصب شيء ما، أو بمعنى آخر يثبت. aufstellen. ولو حطينا قبل stellen بي هتبقى bestellen. bestellen بمعنى يطلب أي يشتري. bestellen. ولو حطينا قبل stellen دا هتبقى darstellen. darstellen بمعنى تصوير أو تمثيل. darstellen. ولو حطينا قبل stellen فوا هيبقى vorstellen. vorstellen بمعنى تقديم أو تصور أي يتخيل. vorstellen. ولو حطينا قبل stellen fest هتبقى feststellen. feststellen بمعنى تحديد أو اكتشاف أي يلاحظ. ولو حطينا قبل stellen sich vor هتبقى sich vorstellen. sich vorstellen بمعنى يعرف أي يقدم نفسه. sich vorstellen. ولو حطينا قبل stellen aus هتبقى ausstellen. ausstellen بمعنى يعرض أو يصدر. ausstellen. ولو حطينا قبل stellen her هتبقى herstellen. herstellen بمعنى ينتج. herstellen. ولو حطينا قبل stellen كلمة unter هتبقى unterstellen. unterstellen. ودي بقى ليها 3 معاني. أول معنى معانا يضع شيء تحت شيء. تاني معنى معانا يكلف شخص، أي يكلف شخص بمهمة معينة. تالت معنى معانا يلفق أو ينسب. ولو حطينا قبل stellen هتبقى umstellen. umstellen بمعنى يغير مكان شيء لمكان آخر. umstellen. ولو حطينا قبل stellen هتبقى erstellen. erstellen بمعنى إنشاء أو إعداد أو تصنيع. erstellen. ولو حطينا قبل stellen ein هتبقى einstellen بمعنى آخر ضبط أو تعديل.
einstellen ضبط أو تعديل، وكنا أخدناها في الأول بمعنى تعيين. einstellen sich dumm stellen بمعنى يجعل نفسه غبي. sich dumm stellen. ولو حطينا قبل stellen sich an هتبقى sich anstellen بمعنى يقف بالدور. sich anstellen. ولو حطينا بعد stellen Angebot هتبقى stellen Angebot بمعنى عرض عمل. stellen Angebot. ولو حطينا بعد stellen Ausschreibung هتبقى stellen Ausschreibung بمعنى إعلان وظيفي. stellen Ausschreibung. آخر كلمة معانا وهي Arbeitsstelle بمعنى مكان عمل. Arbeitsstelle. طيب وبكده يكون خلص الدرس بتاعنا. أتمنى تكونوا استفدتوا معايا. لو في معاني أخرى عارفينها كلمة الشلن ممكن تكتبوها في التعليقات، ولو حابين نتكلم عن أي مواضيع معينة ممكن برضو تكتبولي في التعليقات. تشوس.